الله الرحمن الرحيم. اعزائي المشاهدين، مشاهدين قناه حوار بلدنا والبرنامج الاسبوعي استوديو الفن. النهارده معانا شخصيه جديده، هنحاول نخش في اعماق هذه الشخصيه ونعرف مدى عملها الفني من البدايه للنهايه. شخصيه هو فنان ومساعد مخرج ومدير اعمال. شخصيه مش هنقدر نذكر اسمها دلوقتي لان هيبقى معانا ومعاها لقاء شيق جدا. فالنهارده معانا الاستاذ سيد الجرحي، فنان ومساعد مخرج ومدير اعمال لفنان مشهور. اهلا وسهلا بحضرتك. اهلا بحضرتك، شرفتنا النهارده يا فندم في الاستوديو. انا اللي سعيد النهارده مع حضرتك. حضرتك معلش احنا هنستاذن سيادتك النهارده يكون اللقاء مفتوح شويه. اتفضل يا فندم. واحنا فين وفين لما بنلاقي في فنان ممكن يفتح صدره للناس عشان تعرف. حضرتك دلوقتي الاستاذ سيد الفنان، الاستاذ سيد مساعد المخرج، اكاديمي ولا هوايه؟ لا، هو هوايه ولكني بدرس، بعمل دبلومه في الاعلام حاليا. يعني حضرتك نقول احنا ابتدأنا كهوايه ثم هنبتدي نحترفها. ما هو بدأ هوايه لان كنت مركز الفتره السابقه طبعا في الحياه الاجتماعيه، وانا كنت مهندس في حي مصر الجديده، وطبعا ده شغلني يعني كتير جدا عن الفن. ما كنتش مركز، كنت بعيد عن المجال خالص. ولكن انا بعشق الفن من وانا صغير، بعشق الفن، وجمع لي لقاءات مع طبعا فنانين يعني ممتازين. وانا قلت برضو في بعض لقاءاتي ان جمع لي لقاء مع النجمه سهير رمزي في بعض الاحوال. نجمه كبيره طبعا، معروفه كل حاجه. طيب استاذ سيد، انا عايز اعرف حاجه، انت اكتشفت نفسك ازاي ولا مين اللي اكتشفك؟ اللي تنبأ لي بان انا اكون فنان هم اتنين. هو انا اذكر الاول فنانه كبيره سهير رمزي، وكنت انا في مدرسه نبيل وقاد الف مسكن مصر الجديده، وكنت انا صغير. فقالوا لي في المدرسه اصحابي ايه ده، سهير رمزي بتصور في جامع الفتح اللي جنب المدرسه. ايوه تمام. فطبعا خدت الشنطه على كتفي وجريت على طول اروح على عشان اشوف سهير رمزي بقى. كنت بعشق افلامها. فاقتحمت اللوكيشن بتاعها ودخلت، فبقول لها لو سمحت يا استاذه بس كلمه صغيره. فطبعا هي كانت وانا قصير، فقلت لها ممكن توطي ولا حاجه في ودنك، فوطت. بالفعل هي يعني هي تجاوبت معاك. قلت لها تتجوزيني؟ راحت بيساني وحضناني وقالت لي اتجوزك لما تكبر تبقى فنان. احنا طبعا تحيه طبعا للفنانه سهير رمزي. فنانه سهير رمزي لها اعمال كبيره جدا، واعتقد ان هي جت في وقت من الاوقات كان الشعب المصري كله بيحب يشوف اعمالها. طب استاذ سيد، بس هو ثواني، انا باحترام حضرتك، هو لغايه دلوقتي مش ناسي حضن ولا البوسه بتاعت سهير رمزي طبعا. لا احنا نحافظ على الكلام ده. لا طبعا، لا نحافظ على الكلام ده يعني. طيب استاذ سيد، نقدر نقول اول اعمالك الفنيه ايه، وبدايه من اول اعمالك الفنيه الى نهايتها واللي موجود دلوقتي ومستقبلا؟ هو بدايه اعمالي الفنيه، انا عملت مسلسل ناس حلوه، وعملت مسرحيه الترند، تمام، وعملت فيلم مذكرات امنيه، وانا كان اخر مشهد كنت بصوره امبارح مع المخرج احمد عمر. المخرج احمد عمر، المخرج الجميل، المخرج المتالق اللي اضاف لي حاجات في حياتي انا حبيتها. استاذ سيد، احنا طبعا عشان خاطر ما نحرقش الكواليس بتاعه المسلسل الجميل دوت، ممكن تقول لنا القصه ديت قصه ماشيه ازاي؟ مش عايزين نحرق كواليسها، ولكن على الاقل خالص يعني نعمل تشويق للمشاهد. اللي هي يا فندم ايه؟ اللي هي اخر اعمال حضرتك. هي قصه فلاش باك، فيلم مع البيج ياسمين، وطبعا مش عايز احرق الفيلم عشان احمد عمر ما يضربنيش. هيضربني كده احمد عمر على فكره، بس انا هقول لك حاجه بسيطه. هو الفيلم فلاش باك، قصه بوليسيه، تمام، وبدات ان بيج ياسمين كانت بنت حلوه وجميله ومحبوبه في المجتمع، وجت في مره من المرات شباب هاجمها وهي مروحه بالليل في وقت متاخر جدا، وحصل ودورت الاحداث البوليسيه الاعتداء عليها. ثم اتجهت تلعب رياضه عشان خاطر تدافع عن نفسها. يا فندم، واصبحت تكره الجنس الاخر، هو الرجال، عشان خاطر الموقف اللي حصل، وبقت عضلات بقى وكده. استاذ سيد، احنا عرفنا من بعض طبعا ضيفنا الكريم لازم نعمل عنه سيرج ونعرف. عرفنا ان حضرتك دايما مهتم بالمواهب، دايما بتتبنى بعض المواهب. أكيد. الموضوع دوت بيرسم ايه عندك في خيالك بالنسبه للمواهب؟ الموضوع ده انا بحبه لانه بدعم الفن باشياء جميله. يعني انت النهارده بتدعم الفن باشياء جميله، في ناس الكاميرا ما بتشوفهاش، في ناس مغموره ومحدش يعرفها، تمام، ولكن في فنانين جداد ممتازين
ولكن ما حدش بيشوفهم. يعني في ناس بتشتغل على نفسها كويس جدا، يعني فنانين مدفونه مش شايف. لا انا شفت ناس ممتازين جدا في بعض المسارح، رحت اوبرا، رحت اماكن تصوير، لا في نجوم ما بيتغيروش. كمان في سؤال بقى، انت بمناسبه السؤال ده خطر على بالي حاجه عاوز اقولها كويس. اتفضل. هو احنا ليه ما بنغيرش الممثلين؟ انا قلتها على فكره في معظم لقاءاتي، يعني انا مش فاهم هما ال 200 نفر او البتوع دول هم مجتمع مصر كله؟ يعني احنا انت بتقول ان النهارده مش انا بتكلم بواقعيه. يعني احنا مثلا في مجال الرياضه طلع عندنا محمد صلاح، برضو النهارده في مجال الفن ممكن يطلع عندنا محمد صبحي تاني، احمد زكي تاني، نور الشريف تاني كتير. وفي نجوم انا قابلت نجوم ممتازين جدا، بجد ممتازين، وفعلا فنانين عندهم كاريزما وكاركتر جميل. بس فين الوقت معاك بيمر بسرعه، ولكن كان في سؤال مهم جدا لازم نطرحه على سيادتك بما ان حضرتك فنان. في الايام القليله الماضيه، وما اقدرش اقول قليله، كتيره برضو، طلع عندنا اعمال بتسوق للاخلاقيات المصريه، بتسوق للثقافه الشعبيه المصريه. بعض الاعمال ان النهارده بدات الشباب تاخدها قدوه، ماشي. وطبعا مش هنقدر نذكر اسماء حضرتك بما ان حضرتك فنان، فانت تعرف انا اقصد افلام ايه ومين اصحابها. الافلام ديت اصبحت النهارده تؤثر تاثير كبير جدا على اخلاقيات الشعب المصري. انت ايه رايك في الاعمال ديت؟ وهل انت حضرتك في اتجاه ان الاعمال دي فعلا ليها مشاهد، ولا الرقابه بتعديها ازاي، ولا بتمشي ازاي؟ لا بص حضرتك، هو انت قلت سؤال جيد جدا. هو طبعا الفن رساله جميله، والفن كل فنان بيقدم رسالته للمشاهد بطريقته، ولكن الافلام اللي انت حضرتك بتقول عليها دي هي افلام ماديه، الغرض منها ماديه، يعني نقدر نقول دي افلام الشباك شباك، ولكن هي مش جيده. يعني النهارده في 2023 ماشي بتشوف افلام لاحمد زكي من السبعينات والثمانينات، وعادل امام طبعا الزعيم. طبعا. ليه؟ عمل قصه اثرت في الجمهور، قصه واقعيه. لكن انت بتتكلم النهارده حضرتك على اعمال، يعني حضرتك اساسا معترض على الافلام دي؟ مش معترض، ولكن في مخرجين جيدين جدا، في مخرجين في مصر انا بحبهم وجيدين جدا. يعني ممكن اقول لك رؤوف عبد العزيز من المخرجين المبدعين. شوف انت عمل ايه مع مسلسل رمضان اللي فات مع ستهم مع روجينا، عمل قصه ما فيش احسن من كده. بيتر ميمي طبعا استاذ الكل وحبيبي بيتر ميمي، طبعا من الناس اللي انا بحبهم جدا بيتر ميمي. احنا طبعا عشان خاطر وقت البرنامج، واحنا عندنا مفاجاه وضيف جميل هينضم الينا. احنا طبعا في نهايه كلامنا معاك استاذ سيد الجرحي، احنا بنتوجه بخالص الشكر والتحيه والاحترام للاستاذ سيد الجرحي. في فحوى كلامه قال ان هو فعلا الافلام ديت اللي هي الافلام ممكن تكون هابطه اللي بتاثر على المجتمع المصري، هو طبعا معترض عليها، او بمعنى اصح بيقول ان هي في احسن من كده يقدم للشعب المصري. الاستاذ سيد النهارده كلمنا كمان على ان المواهب الموجوده داخل المجتمع المصري موجود كتير منها قوي. نقدر النهارده نطلع محمود عبد العزيز تاني، واحمد زكي تاني، ونور الشريف تاني، وكل الممثلين الكبار دول. الاستاذ سيد الجرحي كان ضيف النهارده عزيز على برنامج استوديو الفن. احنا بنتوجه بالشكر لحضرتك يا استاذ سيد، وان شاء الله توعدنا بلقاءات اخرى كبيره ان شاء الله باذن الله. اعزائي المشاهدين، فاصل ونعود سريعا مع فناننا الكبير اللي مش هنقول اسمه الا لما يحضر الاستوديو. ابقوا معنا. ورجعنا لحضراتكم مرة تانية في استوديو الفن. المفاجأة الجميلة اللي كنا في انتظار ليها، ومش عايز احرق الكلام لان احنا كنا عندنا سكريبت جامد قوي، وكنا مستنيين اللقاء دوت على بره من الجهر. ومع ذلك الاستاذ سيد الجرحي مدير اعمال الاستاذ خالد منير. واول سؤال هنطرحه عشان خاطر طبعا احنا دلوقتي الاستاذ خالد منير قدام الكاميرا، هنرحب بيه. اولا استاذ خالد، شرفتنا وشرفت المكان وشرفت الاستوديو يا فندم. انا سعيد جدا بالحاجه البسيطه دي، واللي اسعدني كمان اللي انت طلعت صعيدي. وانا عايز اقول لك كان مره واحد صعيدي بالنبض بيسرف وريدي، الطاوي اومر بطوبي عينيه ودابت في صوتي، خلاني احلى من بعيدي، الصعايده طول عمرهم رجاله. الله يخليك، شرفت يا فندم. الصعايده كلهم رجاله. اول سؤال عشان خاطر اول ما حضرتك تطلع دلوقتي على الكاميرا الناس هتقول ايه ده محمد منير. مين محمد منير ومين خالد منير؟ هو سؤال جميل جدا، في حاجه من الفانتازيا شويه، عجبني السؤال ده. منير انسان اسمه ايه؟ اسمه محمد منير ابل يزيد،
خالد منير انسان اسمه خالد محمد عباس منير. منير فنان وموهوب في لعبته، وانا برضو فنان تشكيلي وموهوب في لعبتي. دخلت عمليه جديده كده، الناس هي اللي عايزاني، الناس الغلابه هي اللي عايزاك تقلد محمد منير بالنمط ده، الناس الغلابه هي اللي عايزاك تبقى كده. مش محمد منير اللي فرض نفسه ان انا اقلد محمد منير او اعمل الناطق ده، لا، اللي خلاني اعمل الناطق ده او الفكر ده او الحاله دي هو مين؟ الناس الغلابه. لو وصلت للناس الغلابه حبوه خلاص. لكن منير حاله تانية، انسان جميل جدا، بيرحب بكل الناس، ربنا يديه الصحه، وانا انسان على جد الحال. بمناسبه ان حضرتك النهارده دلوقتي حالا في سؤال حضرتك او في اجابه حضرتك على السؤال بتقول محمد منير الانسان وخالد منير الانسان، في حاجه اتخذت على حضرتك في الوقت الراهن اللي فات، ايه هي؟ ان حضرتك بتعتذر احيانا كتير قوي، بتعتذر عن حفلات كبيره واحنا متابعين سيادتك، بتعتذر عن حفلات كبيره قوي وفي نفس الوقت بتظهر في حفلات عفوا يعني اقل في المستوى. بنلاقي ان حضرتك النهارده بتسيب حفله ممكن يكون حاضرها كبار الشعب وبتروح لاماكن ممكن تشوف طفل تقعد معاه وتمشي معاه. ازاي حضرتك ممكن بتتخلى عن الشكل الاستقراطي اللي ممكن تبقى فيه وتروح للحفلات اللي هي دون المستوى؟ يهمني الانسان ولو ملوش عنوان، انا كل اللي يهمني الانسان او الانسانيه. لو حبوك الناس الغلابه، انا قلت لك من شويه، ربك هيحبك اكيد، ولو ربك حبك سيدنا النبي هيحبك، ولو سيدنا النبي حبك الاطفال الاحتياجات الخاصه هتحبك، امراض السرطان هتحبك، امراض السكر هتحبك. طول ما انت متعاطف مع الاطفال بتديهم تفاؤل وامل. التفاؤل والامل ده حاله كبيره جدا، احنا محتاجين للتفاؤل والامل، محتاجين ندي للناس، ندي للبنوته الجميله اللي محتاجه عريس تتجوز ماشي ومستنيه عريسها تتجوز. عندنا بنات كتير قوي محتاجين للجواز، عندنا ناس احتياجات خاصه محتاجين، كل 4 جدران انت شايفهم محتاجين دعم. فين الدعم ده؟ فين الناس اللي هتيجي تدعم الناس دي؟ لما انت يا راجل تروح تفرح الناس الغلابه دي او تديهم طاقه ايجابيه. الناس عايزه تفرح، مش عايز تروح تفرح الناس وتسيب الناس اللي قاعدين بجلفطات وشباب ابوه وامه بيدوا له فلوس والكلام ده وهم كده اهو، وتروح لده وتروح لده. لا، انا افضل ان انا اروح للناس الغلابه، لان انا عايز اسعد. الابتسامه دي صدقه، الروح صدقه، الحياه اللي انت عايش فيها دي صدقه. اسمح لي يا فندم احييك ويعني ابلغ حضرتك كمان تحيه البرنامج للحديث الممتع بتاع حضرتك، لكن برضو ننتهز الفرصه وحضرتك موجود معانا. احنا برضو عرفنا ان حضرتك ساعات كتير قوي بترفض اعمال فنيه كتير جدا، واخد بال حضرتك، والاعمال الفنيه بتاعتك مش كتيره الا اذا كنت انت مقتنع بيها. الموضوع دوت عايزين نفهمه ازاي؟ انا بالعكس، انا ساعات بقبل حاجات، ايوه، بس في حاجات تانية ما اقبلهاش. يعني بص، يعني كمثل، يعني عملت المسلسل ده انا مقتنع بيه، عملت حاجه تانية مقتنع بيها، رحت مهرجان انا مقتنع بيه. اهم حاجه الحاله المزاجيه يا جماعه. الفنان التشكيلي، انا في الاصل فنان تشكيلي، الفنان التشكيلي ده عنده عقليه او عنده ثقافه غير اي فنان تاني. ايه هي العقليه بتاعت الفنان التشكيلي ده؟ ذو مزاج تاني خالص، ذو حاله تانية، يلبس لبس غريب، يعمل ناطق غريب، يبقى عنده فكر وثقافه. طول ما انت عملت لنفسك حاله جديده او الناس تبص لمنظور تاني خالص ليك، بتلاقي الحياه بتاعتك جميله وحلوه. بتضطر انت بقى توزن ما بين التفاح وما بين الرمان، هتختار انت ايه؟ ماشي، انا بحب الرمان لكن التفاح احسن. لا، انا بحب الرمان. بتحب الرمان. خالد منير 24 بشكل ايه؟ هيكون حلم للناس الغلابه اولا، هيكون في حاله جميله كده هعملها في 2024، هيكون في فكر وثقافه جديد، هيكون في نقله جديده قوي، الناس هتتفاجئ بحاله غريبه جدا جدا هتحصل. هيحصل مفاجآت كتير قوي، بس كل اللي يهمني في 24 مساعده الناس الغلابه. ناخد من سيادتك وعد يا فندم على ان قناه حوار بلدنا وخاصه برنامج استوديو الفن يكون الراعي الرسمي لاعمال حضرتك. خلي بالك يا فندم، ده وعد من حضرتك على الهواء. بفضل الله انا انسان فقير على جد الحال، وطول عمري بقول كده هو، بس بفضل الله اللي انا شفته في الامكانيات دي والحاله دي. انا ما بحبش اقول حاجه، بس انا
هكون محضر مفاجاه ليكم انتوا هتستغربوها، ويمكن انا اقول حاجه بسيطه. ليه ما عملكوش استوديو في مدينه الانتاج الاعلامي واسمه قناه حوار بلد؟ حوار بلد. كان في سؤال يا فندم احنا حبينا نساله للاستاذ سيد الجرحي بما انه مدير اعمالك، ولكن انا خليت السؤال دوت لحضرتك عشان نعرفه اكتر. سر مقابله حضرتك والاستاذ سيد الجرحي للمخرج الكبير يوسف شاهين؟ ابويا قال لي اعرف مكانك وصول لسانك وقوم وصلي. مين هو ابويا؟ يوسف شاهين. يوسف شاهين رغم اللي هو ديننا غير ديننا، رغم اللي هو حاله جميله جدا، انا اتطلب مني ان انا اعمل بوتريه 50 في السبعين للاستاذ يوسف شاهين. رحت وديته له، اما شافني قال لي يا راجل ده انت احلى من منير. يا راجل انت منير مين ده يا راجل؟ منير كان صوت غير الصوت اللي انت تعرفه دلوقتي. مين علم يوسف شاهين؟ مين اللي علمه منير؟ يوسف شاهين. يوسف شاهين راجل انسان جدا. قال لي انت هتكون نجم. قلت له يا استاذ نجم في ايه؟ انا راجل بتاع كراسه ورسم ومش عارف ايه والكلام ده، انا ماليش دعوه بالفن. قال لي انت الناس هتحبك وهتكون نجم 2022. انا ما صدقتوش، بيني وبينك قلت الراجل ده اتجنن ولا ايه؟ انا اسف يا عيله يوسف شاهين. لا. ولقيت الراجل قال لي الكلمتين دول، استغربت. الله، قلت ايه ده؟ بعد كده كان معايا اخويا سيد الجرحي، ماشي. انا ما بحبش اقول مدير اعمال والكلام ده، هو بالنسبه لي هو شخصيه جميله يا استاذ سيد، اخ عايز عليا، ده اخ عايز عليا جدا جدا، وانا بحبه، وانا متنبئ له زي ما تنبئ يوسف شاهين هيكون نجم كبير جدا جدا في الوسط الفني ان شاء الله. يوسف شاهين قال له انت هتكون نجم. قال له فين يا استاذ؟ قال له تعالى يا ولد انت مش عارف، قعد يشخص فيه. قال له انت هتكون حاجه كده جميله، بس ايه، ظبط حالك كده وهتكون حاله جميله قوي وحاجه مشهوره كده. قلت له طب انا يا استاذ انا هبقى نجم في ايه؟ قال لي هتضرب محمد منير. قلت له ايه؟ قال لي هتنايم منير. هتنايم منير بنفس اللفظ كده؟ بنفس اللفظ كده. قال لي هتنايم. قلت له يا استاذ انا استاذ منير مين وبتاع مين؟ انا ايش وصلني للمنير؟ فين؟ هو ده راجل كينج يعني. كينج والكلام ده. قال لي الكرسي بيتهز، لما الكرسي يتهز بيقع، هتعرف تصلحه تاني؟ قلت له لا. قال لي الكرسي هيقع. لو قلنا النهارده خالد منير مثله الاعلى ايه؟ او مثله الاعلى في الفن مين؟ انا عاشق منير. منير بالنسبه لي اب الروحي، هو مثل الاعلى في كل الحالات، هو محمد منير. انا عاشق محمد منير لدرجه الجنون. منير بالنسبه لي هو الاب الروحي. تاني حاجه اللي انا بعشقها وبحبها جدا، انسانه في خيالي، انسانه في خيالي. ممكن كنت انا رسمت لها بطريه حمامه طايره مستنيها ترجع بالسلامه، عشان دي هي محبوبتي انا. رساله من خالد منير لفنانين مصر. احنا عندنا مواهب كتير جدا جدا في مصر، وعندنا مواهب جميله جدا. انا طبعا من محبين احمد زكي وعاشق احمد زكي. عمرو سعد بحبه جدا. وطبعا انا الانسان اللي انا بحبه جامد قوي وبحس معاه بدفء وبيفكرني باحمد زكي هو طبعا محمد رمضان. محمد رمضان ده انسان، انا شفت بعيني حاجه كده انا ما اقدرش احكيها طبعا. محمد رمضان انسان جدا جدا بيحب الناس الغلابه وبيعتز الناس الغلابه. الرساله انا عايز اوجهها كمان للفنانين، انا عايز اقول لهم التكاتف، حبوا بعض. يا ريت تتبنوا. الله عليك، الله عليك يا فنان. يا ريت يحصل حاجه اسمها تكاتف. الله عليك يا فنان من اول لبس. الله عليك. مفاجاه 24 يا فندم ايه هي؟ انت رجعت تاني للسؤال ده؟ لان حضرتك واخد بال حضرتك المفاجاه ديت انا لحضرتك سالتك، لكن انت ما قلتليش ايه المفاجاه اللي بتضمك انت والاستاذ سيد الجرحي في 24. انا ما اقدرش اقول المفاجاه عشان احنا بنحب الكتمان. الرسول عليه افضل الصلاه والسلام علمنا الكتمان في كل شيء. طول ما انت عندك كتوم وتفاجئ الناس تستغرب. يعني نفهم من كده ان مفاجاه 24 ستظل في الكتمان حتى تظهر للمشاهد. انا ما اقدرش اقولها في اي شيء خالص. المفاجاه دي هتحط عليها علامه استفهام، هتبقى مفاجاه كبيره جدا. انا بقولها بدون غرور وبدون اي حاجه، هتهز الوسط الفني. وهتغير خريطه الفن كله في مصر ان شاء الله. دي رساله من خالد منير ان في حاجه هتحصل هتهز الوسط الفني في مصر. دي رساله من انسان غلبان على جد الحال اسمه خالد منير، بيحب الناس الغلابه. انا عاشق الناس الغلابه. انا كل اللي يهمني هم الناس الغلابه، ما يهمنيش لا مؤاخذه انا اسف الفنانين. مين هم الفنانين؟ كلهم ميتين وكلهم هيموتوا، لكن انا يهمني هم الناس الغلابه. المفاجاه دي
قريبه من الناس الغلابه. طيب احنا في نهايه لقائنا مع حضرتك هنقول احنا بنشكر خالد منير الانسان، بنشكر خالد منير فنان الغلابه، بنشكر خالد منير ناصر الغلابه، بنشكر خالد منير اللي دايما في ذهنه الغلابه والفقراء. بنشكر المؤاخذه، انا عايز اقول لك حاجه. اتفضل يا فندم اتفضل. تعالى متمسه وتماسي، اعرف اضحك واعرف اقاسي، وبحب بنبضي واحساسي، قلبي ما يعرف غير الخير. السلام عليكم. ده خالد منير، بنشكره كلنا، وقناه حوار بلدنا بتشكر الاستاذ خالد منير، واستوديو الفن بيشكر الاستاذ خالد منير، ومعه مدير اعماله الاستاذ سيد الجرحي. والى لقاء اخر مع فنان اخر ومبدع اخر في استوديو الفن. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.